سلام سلام، وش راكم البنات؟ وش راكم خياتي؟ وش راكم متتبعاتي الوفيات ومتتبعات قناة وصفة المطبخي المتنوع؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نقول لكم اهلا وسهلا بكم. جبت لكم اليوم وصفة الشرشم، على بالي كامل تعرفوها، وكل منطقة وكيف هي يسموه. حنايا في الغرب الجزائري وخاصة ولاية مستغانم نقولوا لها الشرشم. هذا الطبق يندر من العام العام في يناير، وحنايا يناير نقولوا له العام بالاسم على اساس انه يندار في شهر جانفير السنه الميلاديه. هذا الطبق التقليدي توارثنا على اجدادنا وامهاتنا، كانوا زمان يديروه بسبع حبوب، واللي هي القمح، الفول، الحمص، اللوبيا، العدس، الذرة وحتى الجلبان. المهم يشكلوا خليط بين سبع حبوب. وكانوا الناس زمان بكري كي يبغوا يكيلو هكا يطيبوه للعام، يحفنوا كما نقولوا حنايا، يرفدوا بالحفنة ويسموها على مولاها. نقولوا مثلا هذه حق فلان ياكلها ان شاء الله السنه والعام الجاي. شغل دايرين هذا الفال، فال زين وخلاص. ماشي محنا ما عندنا بهذا الاحتفال تاع الناير، ما عندنا حتى يعني ما عندنا حتى عقيدة ولا كاش ما ننوو، ولا مهم هي ماش داخلة في الشرك، ولا انما احنا نديروها للفال فقط. كاين شي ناس اللي يحتفلوا بها، وكاين شي ناس اللي ما يحتفلوش بها. انا يا كبرت في عائلة شغل نديرو هذا العام، وحتى كي تزوجت ببيت شيخي تاني يديروه. صافي هذه راحت فينا هذه العاده مجدودنا كما يقولوا. المهم جبت لكم حنايا هذه الوصفه تاع الشرشم، اللي كما يقول لك كاين طريقتين لطريقه الطبخ تاعها. كاين اللي يطيبها غير بالماء والملح وشويه زعتر، وكاين اللي يديرها بالطريقه تاع المرقه حمراء كما غادي نديرها لكم انايا. وكل واحد يقول لك هذه الوصفه تاعي بنينه. انا بالنسبه لي كبرت في عائله نطيبوه بالطريقه تاع الماء والملح والزعتر. مي كي رحت لدار شيخي لقيتهم يطيبوه مرقه حمراء، جاتني تاع المرقه احسن من اللي يطيب غير بالماء والملح. شغل بالي ولا صامت. المهم ندخلوا مباشره في الوصفه. حكمت انايا هنايا الفول والقمح، شمختهم 3 ايام قبل اليوم، ب3 ايام، وكنت نغير لهم الماء كل يوم. كل يوم نغير الماء ونتفقدهم. انا في هذه المره طاح لي الفول اللي شريته شغل ماهوش طيب، ماهوش تاع هذا العام. من الاحسن البنات تشرو الفول تاع العام، يكون جديد ويطيب لك، ما يشدلكش الطياب. المهم قلت لكم درتهم تنفخوا 3 ايام، ونهار الثالث زدت معاهم الفول، زدت معاهم عفوا الحمص واللوبيا، نفختهم معاهم حتى النهار الثالث. بعد ما تنفخوا حكمت الفول والقمح، درتهم في كوكوط، وبيان سور شلوهم مليح، صفوهم من هذاك الماء اللي تنفخوا فيه وشلوهم مليح، وديريهم في كوكوط. ديري معاهم شريحة تاع ليمون. هذاك الليم يلعب دور انه يحافظ على اللون تاع الفول والقمح، ما يتغيرش اللون تاعهم، وكذلك يعطي هذاك الذوق تاع الحموضه، وكذلك يسهل لك ما يخليش هذاك الفول يدير لك انتفاخات ولا لي غاز. المهم حكمتهم، طيبتهم في الكوكوط، غليتهم غير في الماء بلا ملح، غليتهم حوالي 30 دقيقة. واذا كان الفول تاعك طيب وراكي مسيته من قبل 20 دقيقه تكفي. طيبتهم بعد 30 دقيقه، وبعد 30 دقيقه صفيتهم. هذاك الماء اللي طابوا فيه انا ما رميتوش، غادي نطيب به من بعد. صفيتهم، وواحد جيت لهنايا حكمت الكوكوط تاعي، درت فيها قيس 2 حبات بصل متوسطين، رابيتهم، حرقتهم، ولا كيما يقول لك قليتهم شويه في شويه زيت، وزدت لهم كذلك 2 حبات طماطم،
و3 سنات ولا 4 وراني نقلي فيهم مليح مليح. ومن بعد نزيد لهم الفول والقمح تاعي اللي كنت ديجا غليتهم في الماء، ونقليهم مليح. ثم نزيد لهم الحمص واللوبيا. هنايا البنات اللوبيا قادرين تستغناو عليها، مي انا نحب نديرها، راهي شغل هي اللي تقل المرقه تاعه. كي طيب غايه غادي تتفتت وما تعطيكو شباب. كما قلت لكم البنات نكملوا. هنايا بعد ما زدت الحمص واللوبيا راني نمرق بالماء اللي غلا فيه الفول والقمح. بيان سور البنات، نعطيكم ملاحظه، الماء لازم يكون على الاقل دافي ولا سخون. عاودوا حموه باش تعاودوا تفرخوا على هذاك القمح والفول، لانه اذا فرغتي عليه الماء وكان بارد راح هذاك القمح والفول يعاود يشد. كما يقول لك يكايزز، حنايا نقولوا هذه العباره يكايزز، يعني يعاود يعصى وكانك ما غليتيهش خلاص. لذا من الاحسن ديري له الماء يكون حامي. المهم بعد ما درنا لها الماء تزيدي له التوابل. هنايا الفول والحمص من البقوليات اللي تحب بزاف الكمون، ديري لها كميه تاع كمون، حرور، شويه زنجبيل. ولذا حبيتي هذا الشرشم يكون حار ديري له قرن تاع راس فلفل حار ولا فلفل حار يابس. وهذوك شرائح تاع الليمون اللي طاب فيهم كذلك عاودي رديهم لهذاك المرق. قلت لكم راح يحطوكم واحد الذوق حامض يعطي ذوق شباب للمرق. وزيدي لهم رشه تاع قزبر وغلقي عليه الكوكوط تاعك. خليه حوالي 30 دقيقه على النار. راح بعد مرور 30 دقيقه تلقاي الفول تاعك والقمح طابو ولا زبده. يعني بالإجمال هذا الشرشم يستغرق لك مدة ساعة إذا طبختيه في الكوكوط. ماشي كما الناس زمان بكري كانوا جداداتنا ينوضوا بكري يبكروا له ويديروه من الصباح، والقدرة قاعدة غير تغلي 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 حتى لهذيك العشية باش يوجد. وكانوا يقسموا على الجيران، يقسموا على الأحباب، يعرضوا. كما نقولوا حنايا ليلة 11 حنا نقولوا لها ليلة البارد، نديروا غير الشرشم نفطروا به، ولا ما فطرناش به نديروه للعشاء. وحتى ليلة 12 اللي يقولها حنايا ليلة الحامي، نديروا الرقاق، نديروا الكعبوش، للقهوه ولا الابراج، ولا نديروا المسمن. حنا ناس الغرب نديروا المسمن يعني كي تنوض المراه تزلك الرقاق دير الرقاق والمسمن ومامطو. وفي الليل تتلايم العائله ولا قادرين حتى نعرضوا ونديروا هذاك المخلط، نخلطوا كاع الحلوى. العائله اللي كان فيها طفل صغير ولا طفله صغيره ولا مهم طفل الغريان اللي مازال ما قفلش العام، كانوا جداتنا يحطوا القصعه وتتلايم كامل العائله، وهذيك القصعه يحطوا فيها هذاك الغريان ويبداو يفرغوا عليه يبداو يفرغوا عليه في هذاك المخلط اللي هو الحلوى، التمر، الجوز، اللوز، المهم المكسرات. واش كاين في هذيك واش كاين واش يشراو ويحطوا في هذيك القصعه ويخلوا هكا الدراري باش يفرحوا الدراري، ويخلوا الدراري هكا يفرحوا ويديروا يديهم. المهم ومن بعد يقدموا للانسان اللي يكون كبير في هذيك العائله، ويبداو يقسموا وياكلوا ويزهاو في هذيك الليله. وهذا هو غير مجرد للفال برك وتفاؤل. كيعرفوا الناس جو سختو الشعب الجزائري راه عاش الغبينه، عاش الثوره، عاش هذيك العشريه. الواحد غير على سبه يحب يفرح. اللهم يدومها افراح ان شاء الله. هي كما قلت لكم البنات، هنايا بعد ما كانوا يوجدوا هذاك الشرشم يقسموه. على كل حال هذيك الناس بكري كانت عندهم الزمان تاعهم كان حلو، وكانت البنة والنية. احنا كاين شي عادات اللي رانا محافظين عليها، وكاين شي عادات اللي راحت مع ناسها. المهم انا ما زلت محافظه على عاده تاع نطيبه ونبعث له، بغات غير جار واحد المهم نبعث له. المهم انا نخرج واش كاين في هذيك الدار للفال فقط. ونتمنى هذه العاده
ترجع هذه العادة تاع زمان، نعرضوا على جوارينا على احبابنا. صافي ما نبغوش لا غير ناكلوا لوحدنا، وما نبغوا واحد هكا ناكلوا ونفرحوا معنا شي ناس. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، الشرشم على طريقة ناس الغرب. نتمنى تعجبكم الوصفة، إلى الملتقى إن شاء الله.